في تدوينة لمصطفى سنول سيدي ميلود كتب قائلا: مطاردة مليون كلفت ملايير. سيارة تابعة لدرك البوليساريو تطارد سيارة مدنية كانت تتجول في مخيم الداخلة مخترقة قانون حظر الحركة بعد منتصف الليل في المخيمات، الذي يلزم منتهكه دفع غرامة 1,000,000 سنتيم جزائري. وصلت المطاردة إلى داخل أحد التجمعات السكانية. اشتبه أفراد درك البوليساريو أن المليون الذي يطلبون دخل إلى أحد المنازل، فاقتحموا المنزل في تلك الساعة المتأخرة من الليل، وكل ما يفكرون فيه هو المليون الذي سيتقاسمونه. في اقتحامهم تعرض من في المنزل للضرب والتعنيف، ولم يكن به غير نسوة وشيخ. في الليلة التالية تجمع حشد غاضب من أبناء عمومة الأسرة التي اعتدي عليها وانتهكت حرمتها، وهاجموا مقر فرقة درك البوليساريو وأحرقوا كل ما فيه من سيارات وخربوا المقر بالكامل. الحادثة هي صورة مصغرة عن رحلة البوليساريو التي ستكمل عقدها الخامس بعد 40 يوما من الآن. الطمع المفضي إلى الخسارة. وهذا كاع ملي عيط للراجل وقاعد كيفاش هذاك شي كاين وهذا كاع ملي